الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس رقم 39 من دروس الفقه المالكي بمسجد التقوى بمدينة ثراء بن خدة تيزيوس. الدرس اللي فات كان تحت عنوان تحية المسجد، لكل مسجد تحية، وتحية المسجد الحرام الطواف ابن عرفة. نشرح ذاك الأحكام يعني شدن تحية المسجد في كذاك التفاصيل الفقهية يشدن الموضوع تحية المسجد. الساقي مرض ربي العنوان صلاة الاستخارة. أولا المقدمة، أما كنت حصام الصلوات الله يبارك كثيرة إلا أنت المكتوبات المفروضات في كذا كيفانت 5 صلوات في اليوم والليلة. صلاة سنتياك صلاة الظهر تظل تمزوروث أي عندنا تمزوروث خاطر هي أول صلاة ظهرت، أي غير السمان الظهر تظليث ثمزوروث يدي ظهرا يقزل النبي صلى الله عليه وسلم أكد محمد صلى الله عليه وسلم، يقزل جبريل عليه السلام أكد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يصحفظيث أمشار يزال وتظل ثمزور يقزل جبريل عليه السلام أكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر صافي أي غير السمان الظهر خاطر ذنساث يتمزور في ظهرا أول صلاة ظهرت. سبب السن أنها تصلى بالظهيرة للوقت طهور، العصر المغرب العشاء الصبح أو الفجر، في كذا قرصة المكتوبات 5 صلوات. ولكن ما عدا المكتوبات شمت ذكيوث تبورث اسمس النوافل، والنوافل أنواع. نهضرت في صلاة الضحى مثلا، صلاة الضحى ضحى نهضرت في اللاس 2 4 6 8 بعد بيدي شرقيطيج الظلين من الزمرض. نهضرت في قيام الليل والنبي عليه الصلاة والسلام بيوم الأحاديث ينذكيون الحديث وليش تظلي في ساعة لجر ضم قرآن من بعد المكتوبات من بعد المفروضات من بعد في زولقي في إذننا أم صلاة قيام الليل. أم بعد اللي أنتم يقارن صلوات ذوات السبب هي نوافل ولكن ذوات سبب. المسجد في تحية المسجد نشرح يسيد درسني عدان أي غير السمان ذات سبب خاطر السبة يمين كشم الجامعة ثورق لا نقيم المغرب بعد المغرب وين كشمن يسعى النية أذي قيمة ذي رجل عشاء عنده نية المكوث والبقاء في المسجد وانتظار صلاة العشاء. ذاكي أذي ظل 2 تحية المسجد ذي مثل نسمن نافلة ذات سبب. إما يليون عابر ذا عدي كان يبغى ذي عدي ديك شمسيت بورثاقي يبغى ذي فاسيت بورثاقي ويبغى ذي يزي سيهن ويتظل لا خطر ورسالة النية باش يقيم داخل الجامعة. ثلهم يقارن ذا 2 الوضوء يوني الظل الوضوء يغلوضوء يظل 2 بسبب الوضوء إلى صفي صلوات الله يبارك إلى الخير ذم قرآن سي الظل يجي كثلا يفضل اسميس الاستخارة صلاة الاستخارة سوى زليس ذم قرآن. مقدمة في كل يتمثل أعرقنا الشغال هذه ليون ديون يسعى 2 بروجي دانفستيسمون سين يبغى يخدم المشروع يبغى يخدم مشروع عرق نتاس يسكو يخدم مشروع ذي الفلاح غادي يخدم المشروع التجارة البيع والشراء. يعني استوت الكفتان ورزرارة أن إلى الخير ورزرارة أن يذ البروجي ذي المشروع يقلهان عرق نتاس
اش راه يخدم لو الدوسيي قلت يفكى ربي تفويض هذه الظل ركعتين. صلاة الاستخارة استنظار ربي نكوزري غيرها الهانسين ميقاذغ أهات لو كان خدمة تجارة بالك تفلحتي خير بالك ما خدمة تفلحت بالك التجارة خير صافي ما يليون وريمالا الرئيس ريوث الجهة ذا قال يا شيخ المسير الأمر ربي سبحانه الأمر نظن ذي يروح الخارج ناضي يقيم لي ثموت سورتو لي جام يا المزيان كيني غادي ديون يوث لوكازيون اضروح ذهن بلا ما بذر تيمورا الغرب ليميغراسيون الاغتراب هذا يروح هذا يجي ثمورت هذا يجي مولان ما يجوج هذا يجي الدريا هذا يجي بالك يجي الخذمايس من الخذمايس ثمورت اكيني اضروح ذهن ميثاق يقاذي هوفا وري زرارة غندير الخير وري زرارة ذا شو الراي قلهان ثغسيني يا ربي أظل ركعتين تقوم يقارن صلاة الاستخارة هذه لي ينظن ذي الفني اسكو ذي فني كوبيراتيف نغادي فنو كان كي واحد سنة كيف اتيفك 50% اونتربرونور وكذا زرما كل بروجي كيلحون والله ما زري غامي وزري غير لان وقادي يدينا خدمك لان وقادي يدين خدمك يشاور يولا تفرض زمادين 50% والثمالة الكفة غير في الجهة هذه الزلصة الاستخارة ذي أمر الزواج بالنسبة لجان كيف ناس قشيشين أتدخل في السنة أو 3 يدرى ذويهين نغذويهين أنواع وزراء أتزلصة الاستخارة أقشيش هذه صلاة الاستخارة صفية مثلا فضلة الاستخارة في الهم مليح استخارة مع طلب الخيارة طلب الخير قضى ربي فكيدا ديال الخير لذلك هذه الصلاة مهمة ومهمة جدا في حياة الناس. تعريفها أولا تعريفها الاستخارة طلب الخيارة في أمر من الأمور في أمر معين في أمر من الأمور أي غردني أمر من الأمور بلا تحديد بلا ما نفقن ذوان غذوة إيا كوك ذي الفني ذي التجارة ذي القراية ذي الغربة ذي الزواج ذي الخدمة كلش أندا يكثر قاف ندم وغلا ربي سبحانه إن صار ربي فكيد الخير دايلا ذي الشيك زران خاطر ربي يزران أين يفرن أين دي ظهرا يزران أشو غينفعن أما ذي الدنيا أما ذي الآخرة لذلك ربي ينزل القرآن الكريم ما كان لهم الخيارة سبحانه وتعالى سبحان الله وتعالى عما يشركون في سورة القصص الآية 68. تعريف الشيخ عليش في كتابه أشو دينا إناد في منح الجليل طالب ما هو خير بصلاة ركعتين في وقت يحل فيه النفل فيه من ليل أو نهار يعني بنادم هذه الظل ركعتين هذه السثر يا ربي سبحانه أشو ثنفعا هكا شو ثنفعا هذه ضرب بس دي اختيارا ولكن ذقيض نغدقواس صوت الاستخارة ماشي كان ذقيض خاطئ أما ذقيض أما ذقواس ولكن بشرط في وقت تحل فيه النافلة ذي الوقت ذي تجوز النافلة خاطر صلاة الاستخارة ذي النافلة من النوافل ماشي ذي الفريضة ذي النافلة صافي لقد تظل بنادم ذي الوقت عند تجوز النافلة أتظل ذي الوقت هي المغرب العشاء أتظل بعد العشاء ركعتين صلاة الاستخارة أتظل قبل الطهور تظل بعد الطهور وريد زلارة مثلا بعد العصر سي العصر من المغرب وريد زلارة صلاة الاستخارة خاطر الوقت الني وتلاقى النافلة
ذا تتزالر بعد صلاة الصبح نغمة يزول الفجر هذه يزال الفجر من بعد هذه تراجع الشيخ باش هذه يزال صلاة الصبح الفريضة أكيد بيسكي الوقت لا يتراجعوا 20 دقيقة أنا شحال يلا أزال الاستخارة خاطئ ورد زال النافلة ورد زال الاستخارة النافلة ديال الوقت النية لا الوقت النيس قسم ريدن الشيخ لا ذنوي السين أندا أرديني بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم سي الوقت النيس لا ذنوي السين روح ذا السون ولاش النافلة صف ماكش مديون هذه زال ركعتين تحية المسجد تاقي نسيت يكشمد هذه زال تحية المسجد ما إلا وري الزولارة الفجر ديك خامس ما يزال الفجر ديك خامس مخير أما ذبيك وري الزولارة صاد تحية المسجد أي غير خاطر الزول الفجر ديك خامس الرغيبة هذا يروح هذا يقيم مباشرة هذا يقيم يقرأ القرآن يسبح هذا يرجو لما يسلغ الشيخ يخمد قد قامت الصلاة الإقامة ذكر يزال صلاة الفريضة فصلاة الصبح ولكن يجوز عند بعض الفقهاء باش يزال ركعتين تحية المسجد أي غير خاطر هي مصنفة ضمن ما يسمى بنوافل ذوات سبب صافي ماذا صلاة الاستخارة يجي في دنس مسلي خاطئ ذي الوقت بعد صلاة الفجر صافية ناد من ليل أو نهار أي غير دنا من ليل أو نهار مع انت يزمريون يسوع في الحالة دي صلاة الاستخارة ذقاسة ما كانت يسوع الخير الحالة دي صلاة الاستخارة ذكر ثانيا حكمها هي مندوبة حكم الندب مستحبة ثلها إلها أن تسوغ رب سبحانه عز وجل إلها الاستخارة ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ثلها الاستشارة وثلها الاستخارة الاستشارة هذا تشيور ضم دوكالي تشيور وقاد يسنن تشيور خاطر ربي ديال القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم وربنا يسي النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر شاور ذوقيد الرسول عليه الصلاة والسلام تجد الآية تنزلت بعد غزوة أحد يشاور الصحابة يسد يون الراي سين الراي تيد يسان يون الراي يناد وتسفغنا سي المدينة غاد قابلا قريش المشركين أكن سني لها من الناحية الاستراتيجية العسكرية الراي وايض ديال المزيان وكذا وكذا نحضر غزوة بدر وكذا قارن كوني نروح نفغث نقابل ذي أحد النبي صلى الله عليه وسلم يطفى الراي نسم غاس نتي ولا الراي وايض يضرى شو يضران من بعد تنزل الآية وشاورهم في الأمر بمعنى من الآيات التي نزلت بعد أحد هذه باش هادي باللي ثمسلت المشاورة في الها إلها أنت مشاور قرن قبايليث إمنسين في تمشاور يعقالا يتسدفنين زيض وقدي منسي كان ما مشاور في اللاسي عقالا أدياس زيض فنين وما أدرك يونذي خدام بروجي مشروع هذه الشوار الرويس هذه الشوار ماذا قشيش هذه الشوار مولانيس هذه الشوار ثماثنيس بعد ما هذه الشوار مسنوان لي زيكسبير ربي ذي القرن يناد فاسأل به خبيرا لي زيكسبير كي وي مسنون كل يوم ذي الدومينينس كل يوم ذي التخصصينس التفضيل يخدم بور اكسبور التجارة الدولية تبغى تخدم شنو شغلك شي وريث يزمر كيني سي با لا بين هوايك كان اقلي سوفريغ اخدم غسل الخساره غير طاير خدم كان تجارة مورثيك اخويا استخرج كل المشاكل تهنض يهدي في كرايه دربحض اي غير تخدم الشيني باش تخسر ضمن ساعه تندم ضمن اي غير شي وار ولي كيزوارني زواري ديال البيطون طاف اسم لي زونتربريز طاف ديال كاين كيف غير الخدمه اونتربريز باتيمون شي وار هو قاعد يخدمان يبان لك كاينه ولدي خطيك
خطيك اقلق المده لي بروبليم مشروعات لا جوستيس كيديفك لا كريم من تذرثيس ديك خلاصه يكذل شغاليه وكثلها المشاوره. لذلك الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه يناد من شاور الناس شاركها في عقولها. وين يشاورني مذانا إمذان ساعة كلاغا أكد فكن ثم سنين سن ثبيض دلاغا خمم يذيك ماشي نبلغ ماشي ونقرو. لذلك الاستشارة صلها والاستخارة ثلها. العبد ماشي البشر رب البشر استشارة البشر واستخارة رب البشر. ذاكي الدوسي اللي كتفكر ربي مباشرة السيد ربي فكيد الصلاح عند الله وزري غير هذا حديث جابر رضي الله عنه ندب لحكم صلاة الاستخارة حكمها الندب مندوبة. أدنوي حديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. يناد وصحبية رضي الله عنه جابر إنك النبي صلى الله عليه وسلم يلا إنك أغي الصحفاظ أغي السلماذ أغي التعليم الاستخارة ياك ذي الأمور في الأمور كلها كل شيء. أكارث نصحفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا الصورة من القرآن أنك يغيس تعليم صورة ذي القرآن ما شاء الله الصورة من القرآن أثني السلماذ في صورة من القرآن. وإذا قلنا غيس حفاظ وغيس تعليم صلاة الاستخارة أما كنا غيس تعليم صورة القرآن. يقول أشهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. أول نروح هذه يخدم يوم شغل هذه يونجاجي في يوم شغل يوري فانا رمشي ربح يصير الخسارة وكذا وكذا يناد فليركع ركعتين يعني يصلي ركعتين. هذه الظل 2 ركعات من غير الفريضة ماشي الفريضة خاطر نسعى صلاة الفجر صلاة الصبح تحقيد الفريضة خاطئ صلاة الظهر خاطئ في كذاكي وحسنت الفرائض ثورة التنويض التظلل ركعتين استخارة يعني نافلة من غير الفريضة استخارة. ثم يقول مقزل ركعتين يعني لما يسلم مدينة السلام عليكم السلام عليكم ثورة أشديني أدعو رب سبحانه عز وجل. ولكن قبل أن يدعو إلها أديني 3 مسلاين أديني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شو المعنى بسم الله خاطر النبي عليه الصلاة والسلام لا يبدأ إن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. يك الأمر يسعى نزال مثل في ذارة بسم الله ورسعوا القيمة ورسعوا البركة. ثمغارين حفظنت واستحفظنت في 30 أو كذي 6 سنت خير الأمور 6 سنت لما راه قادين ثورة أستيني أي اللي نغاثي سليثيو ما تهدوض النعمة سقفوفي يخي خوفي سقار اسمي له خوفي الخير الربح أخوفي يتشرد النعمة في مزين أخوفي ويضير ذان إلى آخره. أستيني قبلت الديض باش دع مرض الخيرني أديني بسم الله سبحان الله في مغارينا مشيت تصرف بنت كل شيء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله البركة باش خوفيني يسوى البركة النعمة تسوى البركة البركة تسفغ غير خام أفلاح ما لا يزرع محال تولد فلاح
ادي دم الزريعه هذه يفدو كان هكا خاطي ادي جفد الزريعه بسم الله هكا كل شيء بسم الله. ما يروح هذه يشوف نادم القوث يقدر بسم الله. في حديث النبي عليه الصلاه والسلام يناس يا غلام اي غير مسلي غلام وقرضه مشطوح قشيشه مشطوح خاطر كل شيء تصرف كاع سي تمزي. يناس يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يريد بسم الله اكسو يفوسك اكس ذاتك فقد تصرف كاع يقلان سي تمزي اكي قلا قاسيلي ثبورثيك ما دفرض الصباح سكو خاميك أستل ديال يريد بسم الله تركب الطوموبيليك نغا كاميون نغا الكار الكونتاكتني بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كل شيء بسم الله هذه لي غير باش تسيلي البركه. وقد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر. ابتر معناه اقطع معناه يصار البركه معناه يتويزم معناه معرض للخساره. لذلك وقت صلاه الاستخاره تصعد الامر مقر صلي صلاه الاستخاره قبل تفضل نزوض ركعتين بسم الله اي غادي نقول الحمد لله خاطر ذا النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا به بالحمد لله فهو اجذم اي اقطع اي ابتر. من بالحمد لله لقد سيلي ذي البدايه بسم الله والحمد لله. اما كان دغي لها ذي ثيره يثير مثفك الحمد لله ثم مثل القوث مثفك أديض الحمد لله صح. ذي الظل نتعلم الحمد لله كل ركعة نقرأ الحمد لله رب العالمين أليس كذلك؟ من كل ركعة أدن غير الفاتحة تفذا كان الحمد لله رب العالمين. مي ركع الشيخ عند الرفع من الركوع أديني سمع الله لمن حمده ربي سلام ونثي حمدا ونكون أذنيني ربنا ولك الحمد. أهل الجنة رجال ربي سيسني يوم القيامة مريكش من الجنة أدين الحمد لله الحمد لله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ولذ كان الحمد لله لقد أم بعد نصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعدين نقرأ هذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك أن ستر الخير أرسل ربي العلم ينس علم الله مطلق أكن فويس بنادم ورسينا وما أوتيت من العلم إلا قليلا صح هدي قرب بالسينارا ساين السنة بشويط ما نجمع دوك ثمو سنين مزيث. أما علم الله فهو مطلق علم الله مطلق. وأستعينك بقدرتك يعني نظلب المساعدة القدرة يسار ربي سبحانه عز وجل يسعى القدرة قدرته أيضا مطلقة علمه مطلق قدرته مطلقة. القدرة ناشو يزمر بلاد بدي سونا كيني كيعاون سو بيطون كيعاون سو تراكتور سو كاميون شو يزمر سراي كاين فويلا بنادم نعم لها التعاون يري مذانا ربنا ذو تعاونوا على البر والتقوى ولكن ذاكي سنفض في ربي سبحانه القدير صاحب القدرة المطلقة. وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك أن ستر ربي ذي الفضليس الفضل من ربي سبحانه ماشي ذا خوفي أذي يكفو خاطئ
الخزاين ربي سبحانه اور كفونت اور حفونت اور فنونت. هكذا خزائن الله مملوءة يقول لك الشاعر هناك: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن رزقك، لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص لك في الدين، لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين، إلا بإذن الذي سواك من طين. المي يسينا ظلف كان ربي سبحانه عز وجل ألن تزمر أكديف كسر الخزين ينس بلا حدود ولا سدود. المدينة في الأخير: فإن رزقك بين الكاف والنون. شو المعنى يسر بين دي القرآن الكريم؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. رب سيني كن فيكون. وأسألك من فضلك، من فضلك العظيم، وأسألك من فضلك العظيم. ده كده ملاحظة. وين يستر ربي. سي بور سا الحاسد لا مبرر له. وين يحصل المدن أكي ولي صعد كاميون تصعد البحاير صعد الخير أكي يحسد أيغر ربي في كيخد وليو أكي يحسد وذا كي سعد نوف هذا ظلف ربي أسديفك سي الخزاينيس وسي قرار ربي كساسي الفلاني أين استفكض في كيفيد. هذا غير معقول، غير معقول. لماذا؟ لأن خزائن الله عز وجل مملوءة ولا تنفذ أبدا. لذلك إذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله. وربي يدي القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر. الآن ذكرنا ما قاله الشاعر، علاش قال فإن رزقك بين الكاف والنون واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن دينه، إلى آخر هذه الأبيات. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر. قدرة الله عز وجل مطلقة، ولكن قدرة الإنسان محدودة. الإنسان ينكسر أمام الله عز وجل ويدعوه بهذا الدعاء النبوي الشريف: وتعلم ولا أعلم. أيضا علم الله مطلق، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون. أما علمنا جميعا ربي قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الاستخارة لا تعطل الاستشارة. اللي يستشير الناس إن شاء الله ما يندمش. علي بن أبي طالب قال: من شاور الناس الشاركها في عقولها. قبل ذلك ربنا قال في آية القرآن: وأمرهم شورى بينهم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. نعم، المشورة عندها إيجابيات كثيرة وكثيرة جدا، ولكن هذا لا يمنع من الاستخارة. إنسان ينكسر أمام الله عز وجل ويخضع له ويطيعه ويصلي ركعتين في وقت تحل فيه النافلة، ثم يدعو بعد صلاة الركعتين بهذا الدعاء: فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. ربي يعلم السر وأخفى. أين دي ظهرنا ربي زراث، أين يفرن ربي حصاث. ولكن علم البشر علم قاصر. بعدين: وأنت علام الغيوب. علام الغيوب ربي سبحانه جل جلاله. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي. الأمر أني يدلنا في كل أمر مباح من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، كما ذكرنا آنفا. أمور الدنيا في أمر من الأمور: بناء، مشاريع تجارية استثمارية، زواج، أشغال، أعمال، كل الأمور، دراسة وغيرها من الأمور. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي. أيغر بدأ بالدين، أيغر. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. نعم، مدينة في الأخير واجعل الحياة زيادة لي من كل خير. ثدوض
في كل خير ويجعل الموت راحة لي من كل شر. مع انتهى لا ندري اشو غينفع عندي الدنيث، اشو غينفع عندي الاخر، اشو ينفع عندي الدين النظ، اشو ينفع عندي المعاش النظ اللي تدرس النظ. الدين خطر، الدين هو الاساس. علاه بكي قرا الشيخ مهدي الحسين الله يرحمه ينايك الدين كل شيء ثان دين، كل شيء ثان دين. خطر ليس لقناة الدين جبران، إذا انكسرت قناة الدين فليس لها جبران، لا تجبر، صعب أن تجبر، وإن جبرت بالتوبة وإلى آخر ما تعلمون. وعمر بن الخطاب كلما أصيب بمصيبة يقول لك نفرح لها 3 فرحات. يبتلى الإنسان، يبتلى هو أيضا ابتلي، وكما ابتلي غيره من الصحابة، وابتلي الأنبياء وهم أشد الناس بلاء كما ورد في الصحاح. ولكن كي ربي سبحانه يجربني بكاش ابتلاء قال لك نفرح لها 3 فرحات. الفرحة الأولى أنها لم تكن في ديني، يعني مادام ديني ويسلك الحمد لله. طوموبيل تكسر الفار من بعد خلات، علاه واحد لازم يكون عنده هذا الميزان. وكاين بعض الناس يخرجوا العقل على بالك طوموبيل جديده عندها سمانه والسبعاره يرزيوا الفار من بعد وراك راه سلاقل من بعد باش تشويني غير دحيس زر ما كاينش يضرون الخلافات، سورتو في هذا الزمان اللي رانا عايشين ولا حول ولا قوه الا بالله. احيانا نعيش لونا من الوان المعيشه الضنكه، كل شيء كاين، طوموبيلات الكاميون ما تقدرش تمشي. الان في العواصم والمدن الكبرى ما كانش الرجل اللي يمشي على رجليه ما يمشيش، ما كانش صح. كل شيء كاين، لا تكنولوجي، لي بورطابل دراهم، السيارات والكاميون، ولكن المخ راه يخدم، لو ستريس، لونغواس، القلقه، والناس كتصرى شويه مشكله. لا اله الا الله محمد رسول الله. اقول كلاما يقطع، هذا الكلام يقطع سادتي الافاضل. الجمعيه قاعده نروح انا باش نصلي الجمعه في واحد القريه، جاو 2 سيارات وماشي نتاع الشر هذيك، كل واحد منين جا والولايات باينه بلا ما نقولها، ما يعرفوش يمشوا في الفيراج. على بالك اللي يمشي في الفيراج لازم يكون اكسبير، هما ما يعرفوش. قبل الجمعه قريب رحتنا الجمعه وكاين نساء يا بابا طوموبيلات تقاسوا اللي رباك خرجوا وهما خرجوا يتضاربوا قدام النساء. هذه ما عندهاش سمانه. ماذا حصل؟ واش صرا؟ رانا نصلي ورانا نعمروا الجوامع الحمد لله، رانا لاباس، ولكن وربي ونبي وراهم. وكي نسمعوا كلام ربي يقول لك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حتى جاو العقال مثالكم قالوا لهم الشيخ مخلوف الحمد لله على السلامه، ما كاين حتى واحد تقاس، قطره الدم ما كانش، خرجوا كاع سلامات، تكسروا لي فار وخرجوا لي رباق وكذا. من بعد عقلهم الناس، صدقوني غير اصغرهم هو اللي كان اعقل، لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين لا سيركيلاسيون الدعوه كاع صدر معنا، ما نصليو ما والو، نريحوا كاع ثما ونحضروا الكيره ويغلق القوس هنا. اذن ربنا قال في القران الكريم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انا عاميه صافي كترجعوا القران ونرجعوا للسنه نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الشهيد بالسرعه انما الشهيد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقول في حديث اخر لا تغضب ولازم ترضى بقضاء الله وقدره. درك الان تحدثوا الان في موضوع الاستخاره، من بعد درنا الاستخاره ودرنا الاستشاره. امر الله يصير، عبدي أنت تريد وأنا أريد، إن سلمت لي فيما أريد حققت لك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. والله يرحم اللي قال العبد بالتفكير والله بالتدبير. بالقبيلية إلا عبدي تحبير ربي الدبير. يكفروا صافي. كاين الميزان في الحياة، كاين الميزان، ولكن إذا اختل الميزان تصير المشاكل. كل شيء والله كاع الهموم اللي راهي نعيشوها كلها
كل هذه الهموم سببها واحد: اختلال الميزان. ميزان تاع الشريعة، ميزان تاع العقل، ميزان كموازين لابد أن ترعى وأن تحترم. لذلك نكمل. عمر بن الخطاب أعود إليه. هناك ثلاث فرحات. الفرحة الأولى أنها لم تكن في ديني، خاطر ليس لقناة الدين جبران، دين محفوظ الحمد لله. الفرحة الثانية أنها لم تكن أكثر مما كانت عليه. حنقول بالدرجة هكذا ولا أكثر، هكذا ولا أكثر. هي وندارك أكسي حادث وبعدين تكسروا الفار وكذا، هكذا ولا أكثر. الحاجة الثالثة لفرحاته قال لك كي نصبر ندي الأجر. ربح في لافير اللي صبر قارنش ويصبر ويقبر، صح؟ ويصبر ويقبر. وين الصبر نسعى الأجر، والأجر ربي قال في سورة البقرة 156: وبشر الصابرين. طومبيل راحت، الحمد لله على كل حال، يعني قدر الله ما شاء فعل. نقول مرحبا باللي عطى الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة دي صغيرة ولا كبيرة ولا مهما كانت، واش يقولوا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث نقولوا قدر الله وما شاء فعل. وبالدرجة نقولوا مرحبا باللي عطى الله. واستقبالي تنقر مرحبا استكشر ربي. تفرق وحس. ولكن إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشوك كيجي الشوك، ثم اللي نحتاج باش نتذكروا هذه الأمور ونخرجوا بالسالمين إن شاء الله غالمين. أو قال كيقول أو الراوي ولا كيقول أو معنى الشك، ويديرهم يأتي بالصيغتين على باش يضمن بلي إحداهما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه الرواية، وهذا الأمر مهم جدا جدا، وهو ما تمتاز به أمتنا في الإسناد في الرواية إلى آخره، الضبط الدقيق. أو قال في عاجل أمري وآجله. كاين العاجل كاين الآجل. كاين اللي يشوف ضرك يقول لك حييني اليوم اقتلني غدوة، كاين اللي يقول هكذا ثورة، خطأ. لازم واحد يشوف القدام، قارن استقبالي 3 صباحي 3 مديث، هذا هو. قارن استقبالي هذه حزف إلا هو يتحزفن إلا وسا إلا وزكا إلا وزكا. الله يبارك في عاجل أمري اللي هي الدنيا وآجله الآخر، فاقدره لي ويسره لي يا ربي. لا مراقي ميلا ذين ينفع ذي الدنيثي وذي الآخرثي ذي تزوار الحياة وذي العاقبة الحياة. ربي اكتبيث سهليث ثم بارك لي فيه. ربي فكي البركة ديس، خاطر أين لقى نستثر البركة؟ عاش قلت لكم قبيله واحد حتى كي ياكل ولا يجيب النعمة ولا لازم يقول بسم الله على تحصيلا للبركة. وقد ذكرنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني لا مراكي يبغي تخدم غير ربي سبحانه، شر لي في ديني ومعاشي. إما إلى الشر إما ذين نديرين أي ضرا، أما ذي الديني أما ذي ذرثي وذي الحياتي في معيشتي وعاقبة أمري العاقبين. أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. ربي سبع ذي فلي سبع ضي فلاس. ولي كان الدعاء يحفظ يسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: سبع ذي فلي ماذا الشر ما ذين ندير ذين يضرن يدوني ثم ذي الآخرتي وذي يديني ولا ذي معيشتي. ربي سبع ذي فلي سبع ذي فلاس واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. يعني ربي كتبي الخير أن دايلا وفكي الرضا. يا سعد اللي عنده الرضا يرضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يا سعد اللي عنده الرضا هذا كنز كبير، كنز لا يفنى. الرضا
حد يرضى. قال ويسمي حاجته ذي نادي في ذا الحاجين اسمه مباشرة. أما ذا الفني السكنة، أما ذا المشروع، أما ذا الخدمة، أما التجارة، أما أدي سمي. الحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري برقم 6382، وأخرجه الإمام أبو داود برقم 1538، وكذلك أيضا هذا الحديث أخرجه غيرهما. يلا ثورة نكمل. حكمة تشريع صلاة الاستخارة. في الحقيقة هناك حكم ومقاصد كثيرة. كل شيء ورد في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم له حكم وله مقاصد. كوني أمتنا يحبها ربي ويحبها نبي. علاش يحبها ربي؟ عطلنا الرسول صلى الله عليه وسلم، جعله خاتم النبيين والمرسلين، نزل معه الوحي الطاهر الذي تكفل هو بحفظه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وزيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحبنا وأعطانا كل ما ينفعنا في دنيانا. الصلوات المكتوبات تعرفوها مفروضات، النوافل وهي كثيرة جدا، شرحنا الكثير منها وما زال الله يبارك موجودة. الأدعية لم يترك حالا أو وضعا إلا وعلمنا حديثا أو دعاء نتقرب به إلى الله جل جلاله. ربي سبحانه يقولها النبي صلى الله عليه وسلم باش نتساغي السلم ذاك الأدعية ياكي صافي الدعاء دايما لا وسط الاستخارة دعاء أما كالسلام. ربي ذكرني النادو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ذعوثي أكون قفلخ. وينادي الله النظام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينادى يفكر ذاك الأحوال الشريفة والأوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء. الدعاء الإنسان كي يكون مريض ما شاء الله، دعاء المسافر عند السفر ما شاء الله، الدعاء عند نزول المطر ثكات الهواء ما شاء الله، الدعاء في السجود. قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وبعدين يوم رغيد باش نجتهد في الدعاء، يعني ما يلي بنادم يسجد ربي سبحانه أيضا وقي وضع شريف. الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء قوس الجمعة في ساعة الاستجابة سيأتي ونشرحها أيضا. الدعاء عقب الصلوات، صار سيدنا يا معاذ بن جبل يا معاذ والله إني لا أحبك. تسويرة ما تنساش، ما تنسى إنيس دبر كل صلاة الدين مثل في التظلي فيه الدين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إنيس النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل يا معاذ حملخك حب لله حب في الله. نسو تسويرة مثل فوق التظلي فيك تدعوز بهذا الدعاء ربي عوني اللهم أعني على ذكرك بشك ذكرى وشكرك بشك شكرى وحسن عبادتك بشك عبذا إلى آخره. من بعد الإنسان أثندي السفر عنده أدعية السفر، العودة من السفر، عند الاستيقاظ من النوم، عند النوم، عند نزول المطر، عند هبوب الرياح، عند الرعد، عند البرق، عند رؤية نعمة من النعم وليش شوي جاء. كل هذه جماعة الخير باش دينير. وزيد أكثر من ذلك إن يا غد النبي عليه الصلاة والسلام أتظلم فظلت الاستخارة باش تفوضون أمركم لله وهو الذي يعلم ما ينفعكم في دنياكم وفي أخراكم في عاجل أموركم أمركم وفي آجله وفي إلى آخره. حكمة تشريع صلاة الاستخارة كثيرة. من هذه الحكم الحكمة الأولى التسليم أو تفويض الأمر لله. هذه حكمة بالغة.
باش نتعلم هذا التسليم وهذا التفويض. سمحوا لي بيناتنا كاين دي بروكاراسيون بيناتنا برك، ولا لا تقول ما نعرفش لي زافير هذون نعطيهم الفلاني نعطي له بروكاراسيون وكاله هو يسير الامور وكذا. يا ولدي انت راك تعترف بلي هناك بنادم خير مني وخير منك يسير الامور تعطي له وكاله، هي حاجه مليحه، الوكاله مشروعه، الوكاله مشروعه، ولكن يساعدك كي توكل الامر لربي سبحانه، تسلم الامر تفوض الامر لربي سبحانه عز وجل. اتفقنا. ولكن في كل امر مباح، ولا يكون طبعا سواء كان هذا الامر صغيرا او كبيرا، ولكن لا يكون مثلا في امر واجب او في امر محرم او في امر حكمه الكراهه. ما يجيش واحد اسمح لي يقول يا ربي نصلي ركعتين يسكن نصوم رمضان ولا ما نصوموش، ما ينفعش. هو عنده الزكاه النصاب ودار عليه العام، يقول نصلي ركعتين استخاره نشوفها ترى نخرج الزكاه ولا ما نخرجهاش، هذا واجب. اذا عندك الشروط تخرجها، ما عندكش ما تخرجهاش، حبيت تصدق تصدق. الحج ايضا ما اذا كان عندك الشروط كامل الاستطاعه والى اخره البدنيه والماليه وخرجت في القرعه، خاطر لازم اضفنا شرط اخر تاع القرعه ماشي كيما بكري شرط شرطاني يا القدره البدنيه وزيد القدره، درك نزيدوا شرط هكذا اضافي وهو داخل في القدره في الحقيقه تخرج في القرعه، هذا ما كان صافي. اذن انت في بني الاسلام وعلى خمس فيها في حديث ابن عمر، قادر الله مش قادر لا شيء عليه. اذن ذاكي التسليم هذه حكمه من الحكم، مقصد من المقاصد، تفويض الامر لله عز وجل ليختار ما ينفعنا في عاجل امرنا وفي اجله، ما ينفعنا في ديننا وفي معاشنا في دنيانا وفي اخرانا، نفوض الامر لله. علاش نقول لكم هذا؟ خاطر بعض اسمحوا لي ربما بعض منا لا يعرف عقيده التفويض هذه، ما يتعلمها من خلال صلاه الاستخاره. سي بور سا كي يجي كاش حاجه مخالفه لما اراد يتقلق ويمرض وكذا ويسخط الى اخره، لانه مازال هذه ناقصه في قلبه. كاين الحكمه الثانيه وهي مهمه جدا، التوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين في سورة المائدة الآية 23. بمعنى نستخير الله عز وجل، وفي الوقت نفسه تعلمنا الاستخارة كيف نحسن التوكل على الله. أنسي الله فربي. الفلاح دائما نقول لكم مثال الفلاح، الله غالب بالك هذه لا نوستالجي ولا خاطر من اجمل اللحظات اللي عشتها في حياتي كنشوف الفلاح يزرع ويحرث ويحصد، حياه جميله جدا، حياه جميله جدا. وكي يتعب يروح تحت الشجره ويصلي صلاه الله اكبر ما شاء الله، ويتغدى تحت الشجره ويصلي في الفضاء. وجعلت لي الارض يعني في الارض اللي يحرثها، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ولاش لونغواس ولاش الستريس، الناس ما شاء الله الخير الفاح الخير ربي. لا اله الا محمد رسول الله. كان عندنا وقت للصلاه، عندنا وقت للزياره الأحباب، عندنا اوقات جميعا نزوروا المرضى، عندنا اوقات نفرحوا بحياتنا، عندنا اوقات طبعا كي نقول لكم هكذا يعني الشيء اللي عشناه، يعني ما عشناش كيما عاشوا اللي خير منا، اللي عاشوا الزمن الجميل. نقول الزمن الجميل وانا اعلم ما اقول، ولكن جانا في واحد الوقت الان في الباطمه الناس ما يتشافوش، في الباطمه وحده برك كاع تجري الناس تجري سورتو الاوقات نتاع الصباح ولا العشيه. يا بابا جات الربعه تحكمك الحاله في العاصمه نتاعنا، الربعه وربعه ونص، كاع المهبل شوفهم، كاع الهبل من نوع اخر. هذوك المهابل نتاع الدار او هذوك رحمه، سوف تشوفوا الجنون
من نوع آخر، والجنون فنون، وصقاو وكي رجال كي نساء. ايه عص روحك طفي مانيك تقول يا ربي نوصل بخير. نسأل الله العفو والعافية. لذلك لابد من هذا، لابد. كثرت وقيلا معه والمخرج يقول لي بزاف كثرت، دبروا راسكم الله غالب نخرج وانتم ربي يجازيكم خير على هذه الامور كامل. يلا توكل على الله. في مقصد اخر اللي هو الرضا، الرضا بما كتبه الله. معنى تصلي صلاه الاستخاره نعم، ولكن في الاخير واش كتب ربي برحبه؟ نعم ايه، ماشي تولي تقول كيف لا لا، الانسان لازم يتادب، تقول مرحبا باللي عطى الله. هكا العبد يفكر ويزيد يستشار ويزيد صلاه الاستخاره، وبعدين يقول مرحبا باللي عطى الله. اي ندي فكر بمرحبا لا سلامه. مثال تاع الفلاح، نعودوا لي بارك الله فيك. الفلاح يزرع واش يدير؟ يحرث. انتهى دوره هنا، ابري يتكل على ربي. ربي سبحانه هو الذي يأمر السماء لتمطر. كربي كيعطي الامر للسماء الله يبارك المطر ربي. من بعد ربي هو اللي يعطي الامر للارض، يقولها خرجي هذاك النعمه، خرجي القمح وخرجي الشعير وخرجي طماطيش وخرجي البطاطا وخرجي بامر من الله. الفلاح خاطيها، جامي شفنا فلاح خرجها، ربي هو اللي يخرج. ولكن اذا كان ما خرجش ربي سبحانه، الفلاح وقرن ديال المثل لو كاس انت حسابه فلاح انت زرعه. تشوف النيه نتاع الفلاحين، الفلاح ما ييأسش، لا ييأس من رحمه الله. يكون دار صلاه الاستخاره، يقول يا ربي نزرع القمح ولا شعير، يا ربي ندير البطاطا ولا ندير كذا. استخار الله عز وجل ودار اللي دار، مع ذلك يرضى بما كتبه الله له. يرضى. الله يرحم اللي قال لو كان الفلاح يعني يدير حسابات هذه ما يزيدش يزرعها. شحال من فلاح اللي زرع مسكين وزرع وحرف وكذا، وبعدين هذاك السنه ما كان والو، ما كانش الامطار، ما كانش النعمه، ما كان والو، واش يدير؟ يتقلق. لا لا، يرضى بما كتبه الله. لذلك لابد ان نرضى بما كتبه الله لنا. وهذه دخل ايضا في عقيده الايمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. وقد قرات على مسامعكم سادتي الافاضل القصيده الرائعه للامام الشافعي: دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والسخاء. إلى أن قال: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت وملك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. يكفى أول. إذن هذه بعض المقاصد نتاع تشريع صلاة الاستخارة. إذن الآن نؤكد على أمر مهم: كيف نعرف الأمر الذي اختاره الله؟ بعض الناس يعتقدون اعتقادا خاطئا، يقول لك أنا أنتظر البشارة في الرؤيا، في الرقاد. يقول لك أنا درت ركعتين نرقد ونشوف في المنام، من بعد كي يشوف المنام يبدأ يخلط فيها، يقول ما دام شفت المنام هكذا صافي ما نديرش ولا ندير. علاه؟ شكون قال لك هذا الكلام؟ هذا الكلام ماهوش صحيح. هذا الاعتقاد غير صحيح. سي بور سا كاين بزاف مشاكل تصرا. شحال اللي دار المشاكل بالرؤيا. انا عمي قال لك مره واحد شاف رؤيا في المنام، قال شاف هذا شاف هذا شافكم كاع في المنام، كنتوا معاه في المنام. غدوه من ذاك راح يحكيها يقيها يحكيها. قالوا الناس الاخرين قالوا كيف هذه كاع صرات؟
قال له صرات حبيتوا تسقسيو صحصي هادو شهود. دارهم الشهود في قالوا كيف نشهدوا حنا؟ قالوا غير كنتوا معايا البارح في المنام. كيفاش نشهدوا؟ انت شفتنا في المنام؟ حنا ما شفناكش في المنام حنا شفناك في اليقظه. لذلك كاين اللي يعتقد اللي ينتظر البشاره ولا ينتظر بالرؤيه، نقولوا هذا اعتقاد خاطئ ليس صحيحا. ولكن تقولوا لي كيفاش نعرفوا؟ هذا كنت نجاوبكم يلا. ولكن نركز على امر المنام هذا. قلت لكم بعض الناس يشوف الرؤيا وبعدين يبدا يفسرها، ولا يشوف كاش واحد يفسرها له. يلا مثلا بغى يدير مشروع استثماري ما شاء الله في الفلاحه في التجاره وكذا، بعدين يشوف المنام ابري يجي واحد يقول شوف نقول لك ما تديرش، انا التفسير نتاعي ما تديرش هذا المشروع، لو كان ديرو خلات عليك تخسر. ومسكين ياخذ لك الراي، وبعدين هو المشروع هذاك هو اللي اختار له ربي سبحانه عز وجل. بسبب التفسير هذاك نتاع المنام راح مسكين في طريق واحد اخر. ولا في الزواج سورتو البنات بزاف يشوفوا هذا الشيء، تقول لك خطبني فلان وفلان وكذا، وبعدين انا شفت في المنام رايت في المنام كذا وكذا فانت مرفوض، ترفضه. ومسكين هذاك الشاب الله رخطيه كامل. بالك شفت اخي خاطر كاين الامور هذه تاع المنام الوقت ما يسمحش باش نفصلوا فيها، كاين لي كوشمار وكاين كذا الى اخره. نعطي لكم قاعده فيها كلش: لا تؤخذ الاحكام من الرؤى والاحلام. وكاين اللي يشوف المنام يقول لك شفت بابا اللي مات في 1980 قال لي اتونسيو خاوتك يروحوا لهذيك الدار اللي خليتها، يروح يقطع عليهم يقول لهم شوفوا والله ما تروحوا انا شفت بابا في المنام. حتى اخويا ولا يقول لك شفت جدي قال لازم تذبح بقره في الجهه هذيك، تذبح بقره يروح يذبحها. شحال المشاكل اللي صراو على المنامات هذون. لذلك قلت لكم عباره هذه شفوا عليها: لا تؤخذ الاحكام من الرؤى والاحلام. اذا السؤال تاعكم وهو مشروع: كيف نعرف؟ حنا دراسه الاستخاره وكيف سهله. يا اما يكون ذلك بانشراح الصدر للإقدام، أو بانقباض الصدر للإحجام. أقدم أحجم، إقداما أو إحجاما. في الإقدام أو في الإحجام إنشاء الصدر يرتاح وليش نور يرتاحان، ماشي ديال المنام، نو هكا ديال اليقظة تصفتيك والو ليش ينقبض. ولكن غادي في ممكن الإنسان يعيش حالة نفسية أبري ميست قياسا كيكون في حالة من الاستقرار، يكون عادي مرتاح كذا ذينا ذيوان. إذن سي الحاج تحدث عن الرؤية الصالحة. طبعا هناك رؤية صالحة واتفاق عادي، الأمر موجود. أنا ما حبيش نفتح موضوع نتاع الرؤية منامات واللي من الشيطان اللي من كذا. مثلا الرؤية قرن استقبالي ثيرقة أم ثرقة والهيت كان غير الخير ما لكن ذيريت تفل 3 مرات على اليسار جهة الشمالينك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما إلا ذي الخير الله يبارك، نسأل الله عز وجل أن يحققها. والأمر تاع الرؤية فيها أحكام كثيرة يعني، ولكن نكتفي بهذا فقط. نكون إذا يهمنا لا تنتظر فقط ذي الناس الرؤية يعني البشارة من الرؤية. ماذا مثلا كي تجاوب كيف الدرس ان شاء الله سلسله ختمه ثورة ماذا يعني هذا حل الانشراح يعني هذه لمعرفه نتيجه هذه الاستخاره عند ربي سبحانه انشراح الصدر، وكذلك تيسير الله عز وجل. احيانا تدير صلاه الاستخاره في امر من الامور وربي يسر لك الامور ميسره، يجيب لك ربي اللي يقول لك رانا هنا وتعاونوا وكذا، تيسرت الامور ان شاء الله. يكون هذاك التيسير هو علامه من نتيجه تاع النتائج تاع الاستخاره. ربي سبحانه يسر لك، معنى اراد لك ذلك
فيه خير ارضى به، ارضى به. يعني اكتفي بهذا. ثم نروح نقطة نظن يعني في الأخير، القراءة. واش يقرأ بنادم في صلاة الاستخارة؟ نصلي ركعتين، قلنا في وقت تحل فيه النافلة. الركعة الأولى تصليها بالفاتحة وبعدين بأي سورة، وإذا صليتها بقل يا أيها الكافرون فحسن. الركعة الثانية تصليها بسورة بالفاتحة وسورة الإخلاص فحسن، وإذا صليتها بأي سورة أخرى أو ببعض آيات من القرآن فحسن. يعني صلي بما تيسر من كتاب الله العزيز. الزلط الفاتحة أرنوياس سورة قل هو الله قل يا أيها الكافرون مغرض ركعتها مزورة في السنة سورة الفاتحة قل هو الله أحد، نغمولاش أي سورة من الصور بعد الفاتحة هكذا. وبعدين إلا مسألة أخرى مهمة، هل يصح باش يجوز للإنسان باش يصلي صلاة الاستخارة عن الغير أو للغير؟ الجواب نعم، يجوز أداء صلاة الاستخارة للغير. مثلا يولى ميسي بغى يخدم كاش مشروع من المشاريع، الظل سكشين الظال من ميت كيف تظل الاستخارة ذعوا غير ربي سبحانه ينسى ربي أثنمي بغى يخدمك كيف بغى يخدمك ربي في كسر ريا سعدي ربي ولهيس راي قرزن ذين الهان ماشي كان يوراويك ميمي يمدوك عليك لم داك ليك ام داك ليك عرق نتا سوري زراره عندها الظل سكشيني وثاقي تكشم كدنا العلماء تكشم ذي قول دينا ربي وتعاونوا على البر والتقوى داخله في عموم معنى هذه الآية مقاصد هذه الآية. وفي حديث أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شدينا قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وين زمرا أذ ينفع يماس أذ يخدمت ينفع. حديث صحيح أخرجه الإمام الحاكم والإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهم. وين زمرا أذي عيون يماس أذي ينفع يماس أذي ينفع. والعلماء فهم الحديث بمفهومه العام باللي انفعاكي ولا ما تزول صرك ماشي الفريضة خاطئ لا فكي زول صلاة الاستخارة باش ثيولها ربي سبحانه غراي يقرزن وثيوفق ربي سبحانه غراي يقرزن. وقارن ذي الدعاء استقباليث دين مرحبا استكشار ربي ميزول ركعتين بصلاة الاستخارة أين ديوسان مرحبا. وذا المسألة مهمة ماشي إذا كان ربي يسلك أمر وبعدين في نظرك ربما ذاك الأمر تلقى فيه بعض العقبات وبعض المشكلات وبعدين يتزعزع اليقين نتاعك. لا ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. خاطر ذاك يأدس عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر تجي تركيزين الإيمان نؤمن ربي نؤمن الملائكة نؤمن الأنبياء نؤمن الرسل دي شجع نؤمن يكو استكتافين دي شجع ربي الأنبياء والرسل نؤمن سلمي وانا من المكتوب وانا من القضاء والقدر مرحبا استكشار ربي. العبد ذي تحبير ربي يدبر ولكن ذي ثيرة أين غدي فيك ربي أن رضويس أي غير خاطر ربي ساليس الحكمة ما نسوش هذه كاين حكمة في كل شيء فيها حكمة ممكن نعرف بعض منها ممكن نجهلها تماما ولكن ربي سبحانه هو علام الغيوب وهو أحكم الحاكمين وهو إذن علم الله المطلق وحكمته المطلقة أتنجى ربي سبحانه عز وجل. هكذا يتعامل المسلم مع الله سبحانه وتعالى في جميع أموره والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فريما مسمسة الشيطان يزين المعاصي. موضوع الموسيقى على كل حال الغناء العلماء قالوا فيه كلاما كثيرا هناك من قال الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وكي نرجع إلى الفقه الإسلامي نجد فيه بزاف يعني أقوال للفقهاء وطبعا كل فقيه له دليله وله رأيه له أدلته من النقل ومن العقل من النظر. لذلك الجزم بالتحريم مطلقا لا يصح والجزم بالحل مطلقا أيضا لا يصح. هذا الجهة الأخرى من تطرف طرفي النقيض.
أكثر من ذلك، حتى فيما يباح عند بعض العلماء الإدمان فيه لا يصح، الإدمان فلاس. وإذا يعني اقترن بالمعاصي الأخرى من الاختلاط وشرب الخمر ذي الحرام قطعا، ولأن هذا يسبب معاصي أخرى، يؤدي إلى معاصي أخرى ويسبب مشاكل أخرى. والشيطان ما كنظلم ذا عذا والنغ اسمه ربي عدو مبين، يتزين أين لن ذيرث فزين لهم الشيطان سوء أعمالهم. هذاك اللي حاجة مش مليحة يحاول الشيطان يزينها باش الإنسان يديرها، أم بعد يوقع في المعاصي. ربي نجينا من وساوسه. نعم. في صلاة الاستخارة في الموضوع. تفضل. تكرار السؤال المهم. يأخذ وقت المختار. وقت المختار يأخذ الجهر نغل. بارك الله فيك. الجواب بسرعة. أولا بالنسبة للتكرار، تكرار صلاة الاستخارة أمر مستحب، ماشي واحد يصلي مرة واحدة ركعتين سي بون يقول لك خلاص، لا كررها. هو دخل في الإلحاح، وربي سبحانه يحب الإلحاح في الدعاء. ماشي صلي مرة مرتين تجي تقول واحد صلي صلاة الاستخارة يقول لك صليتها، صليها عودها صلي مرتين 3 4 5 10 صلي أكثر، لأنها في النافلة وراك تأخذ الأجر وبإذن الله تعالى. غير الفائدة اللي كاينة. حاجة الأولى. الحاجة الثانية، إذا تكرر أجبنا عنه. الحاجة الثانية الجهر والسر. وقد قلنا أن صلاة الاستخارة تصح ليلا ونهارا في وقت تحل فيه النافلة، ولكن اللي صلى صلاة النافلة بالنهار يصليها سرا، ويصليها بالليل يصليها جهرا، هذا على سبيل الاستحباب. يقول ما يظل النافلة ذو قواس في 10 الصباح، غتظل في الزوج في 3 يلها غتظل سرا ماشي جهرا، خاطر الصلوات النهارية سرية والنوافل تابعة، يعني تفنت نفس الحكم، تأخذ تجري عليها الأحكام نفسها هكذا. وما إلا يظل صلاة الاستخارة ذكير تظل مثلا بعد العشاء أو بين المغرب العشاء أو قبل الفجر كذا، الأفضل تظل جهرا. وما يظل سرا أيضا تصح، ونسأل الله القبول. في الأخير ولا قرنت سوء عبدي أنت تريد وأنا أريد، أم بعد المدينة في الأخير ولا يكون إلا ما أريد. أين فغضى ربي أريضرون، يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أين فغضى ربي كان أريضرون. والمؤمن يرضى بقضاء الله وقدره. وأحسن نصيحة لي ولكم أن ننسجم مع قضاء الله وقدره. لازم نحقق حالة من الانسجام والتناغم مع قضاء الله وقدره، فترتاح أنفسنا ونرضى بما كتبه الله لنا، وننال الأجر الكبير برضائنا بقضاء الله وقدره. والحمد لله رب العالمين.